السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبه اليوم راه جبتكم واحد البلاصه شحال هذه وانا كنبغي نجي ليها، مي كتب اليوم انني زعما باش نجي ليها. دونك هاد البلاصه هذه غادي تعيشوا معايا واحد التجربه اللي هي مختلفه، غتكونوا بزاف كتشوفوها في التلفازه ولا في انستغرام ولا المهم انا نوريها لكم ان شاء الله. هاد البلاصه غالبا غادي تكونوا شفتوها من قبل. خصني حتى نجي مع القدام ديال هاد الطامبل هذا باش يبان لكم مزيان، ماشي حاجه روعه. هنا راه غيبان لكم واحد الدروج راه مشهورين، غتكونوا بطبيعه الحال شفتوهم. هاد المكان راه زوين، انا نوريكم سيرتو هاد البلاصه هذه فيها الماء، شي حاجه فهمتي في شكل غير هو راه الحراره الا جيتي في هاد الوقت واخا فصل الشتاء، ولكن راه الحراره فريمون على الجه، بحال شي 45 درجه مئويه. هذا هو المكان اللي قلت لكم، شي حاجه روعه. بالنسبه لهاد البلاصه هذه راه سميتها باطو كيفز، يعني الا جيتي بغيتي تعرف هاد البلاصه هذه راه الدخول ليها فابور، راه غتلقى شي هنود شي حاجه يبغي يبيع لك شي حاجه ولا دخلها فابور. راه مازال نمشيو للفوق، غنشوفوا الفوق ان شاء الله كي داير. غنمشيو نطلعوا دابا الفوق نشوفوا شنو كاين الفوق. راه كيبانوا الدروج بحال ساهلين، مي راهم راه صعاب باش تطلع ليهم. بالنسبه لهاد الكاف هذا راه سميتو، كاين واحد الكاف الفوق سميتو باطو، نشوفوا شنو كاتبين عليه. البيوت تقريبا كيفاش كيبان من التحت، كيبان داكشي روعه. غنمشيو نطلعوا نشوفوا شنو كاين الفوق. كاين واحد البلاصه فيها قروده، غنطلعوا دابا الدروج نشوفوا هاد الدروج هادو اللي غنطلعوهم واش كيستاهلوا انا نتعذبوا عليهم، واش كاين ما يتشاف ولا ما كاينش ما يتشاف. هذه الجهه الاخرى ديال ملي كتدخل كتلقى هادشي هذا، وغتشوف هاد عمي بوده هنايا. ابان لكم شي قروده الهرام، شوف هرسه طيح انت كاع. القروده اللي قلت لكم راهم هادو، شتيه واحد اخر فوق. القروده فين ما مشيتي غتلقاهم هنايا كثار. بالنسبه للكهف راه الدخله ديالو داير بحال هذا الشكل، هذا بهذا الشكل. هادو راه كيديروهم على قبل ان بارفوا يقدر يطيح الحجر من الفوق، داكشي باش كيديروهم. هادشي راه كامل دابا لداخل ديال الكهف، راه نورمالمون الكهف راه ما كانش بحال هكا يحفروه. دابا غنديكم واحد البلاصه اخرى اللي بزاف الناس ما كيوريوهاش لكم، هي راه في الداخل ديال الكهف غادي تلقى كيف ما كنقولوا دروج اخرين عاوتاني. هاد الدروج هما راه زوينين، واحد المنظر كيف ما كنقولوا طوب روعه. كيف ما شفتوا قبيله كانت الحراره على برا، ولكن ملي كتدخل لشي كهف ديما سبحان الله العظيم كتلقى بارد. هذا الفوق ديال الكهف الطوب ديالو. نورمالمون هاد البلاصه هادي راه تقدر تكون واحد البلاصه بحال اللي كنقولوا في الجبال، البلاصه اللي كيتخباو فيها الماء. اش كنقولوا فهمتيني، الجبال كتكون كيف ما كنقولوا بلاصه كيتخبى فيها الماء، باش كطيح الشتا انهار الوديان اغلبيه ديالهم الماء كيكون مخبي في الداخل ديال الجبال. هذا نورمالمون غيكون حلوه من هنا، يبان لكم الثقوب في الفوق. السلام عليكم الاخوان مره اخرى. المهم هذا هو الكهف اللي جبتكم اليوم عليه، اللي سميتو كهف باطو. كيف ما شفتوا راه كاين واحد الطامبل اللي هو كبير، مصايب ماشي من الذهب فقط، يعني الصباغه ديال الذهبيه. وكيف ما شفتوا كاين بزاف القروض هنايا، وحتى في الداخل ديال هنا الصراحه يعني الجو
رائع. مبرد شويه مي على برا راه فاش كتكون الشمس فريمون الشمس قاصحه. دونك دابا شنو غنديرو غنمشيو نشوفو عاوتاني شنو كاين الفوق. يلاه معايا. فاش كنوصلو للفوق راه داير على هذا الشكل هذا. طابلو. هاد البلايص هادو راه كيبانو غير فهمتي مصايبين، يعني مصبغين من طرف الانسان. من البلايص الاخرين راه كيكونوا طبيعيين، بحال دابا هذا طبيعي. هذا دابا المشكل فهمتي بحال هادشي هذا كيجيبوا فهمتي هاد التماثيل هادو كيحطوهم لك فهمتي وسط الجبل. صراحه وفهمتيني يكون غير كيتحطوا فهمتي داك الشبيك الكرياج وفهمتيني الدجاج واحد القفص. دونك مخسر شويه الديكور، خليو داكشي طبيعي يكون حسن. بحال دابا الانسان اللي كيكتب بحال هادشي هذا، بحال دابا وسط الجبل حاطين هاد اللعيبات هذا الند ها كلشي. تقدر تصايب شي حاجه مي ما تكثرش منها بزاف. ملي كتكون حاجه فهمتيني مكثره بزاف كتفقد القيمه ديالها. هذه طريق العوده الرجعه، شي حاجه طوب. هيا هز البيبي ديالها.